جايبه يعني. طيب تريكا، انت بتتابع الكرة العالمية ولا لا؟ متابع يعني، بس مش متابع جيد يعني. يعني بتتابع الدوري الاسباني؟ بتابع ماتشات برشلونة بس. تحب برشلونة؟ مش ريال مدريد؟ كنت احب ريال مدريد ايام زيدان طبعا. طبعا لازم. انما برشلونة حاليا ممتعين يا تريكا. ممتعين، كرة سلسة، كرة حلوة بسيطة. بسيطة جدا، تحس ان الامور معاهم سهلة. عندنا ريحة منها كده ليه؟ في النادي الاهلي ريحة يعني. اللعيبة اللي عندنا لعيبة محترمة وخامات طيبة جدا. اتمنى ان ان شاء الله نوصل للمستوى ده يعني. لا بس طبع الكرة في النادي الاهلي بقى فيه شوية كده. كرتنا الحمد لله، كرتنا كويسة، تتنقل من اليمين للشمال الحمد لله. كرتنا ما تقلقش على الهجمة اللي تخلص. لا، كرتنا كويسة، وكرتنا حاجة يعني تحس ان احنا برضو حتى في المنتخب برضو برادلي مقتنع بالفكر ده، مقتنع، بس يبقى فكر هجومي يعني ايه، يعني مش استحواذ وخلاص، استحواذ بحاجة ايجابية، وده اللي موجود عندنا في النادي وفي المنتخب. اتمنى ان احنا ان شاء الله نحققه يعني. مين افضل يا تريكا، ميسي ولا كريستيانو؟ لا، ميسي افضل فنيا بالنسبه لي. انما انا بتكلم بالنسبه لك. الاثنين اللعيبه كبار جدا، ولاعيبه افزاز، ولاعيبه كبار جدا، بس كل واحد ليه حاجه، انما ميسي حاجه ثانيه، زي ما بيقولوا من كوكب ثاني. من حاجه ثانيه ما شاء الله عليه، ربنا يحرسه بس. في يوم من الايام كده قعدت، ربنا انعم عليك كتير، الحمد لله رب العالمين. كنت وانت صغير قبل حتى ما تروح الترسانة تخيلت ان ابو تريكا هيبقى كده؟ لا خالص. ولا حطيت ده هدف ليك لما دخلت النادي الاهلي في 2004؟ لا خالص. انا بقول لك الحمد لله، ده فضل من عند ربنا سبحانه. ودايما السيناريو المرسوم اللي الواحد بيرسمه لنفسه، هناك سيناريو رباني اخر، هو ده الافضل. فده فضل من ربنا سبحانه، بشكر ربنا سبحانه وتعالى عليه. وبرضه النعم دايما بقول لها زكاة، والزكاة والنعم زكاتها ان انت دايما تحافظ عليها، دايما تبقى زكاة النعمة الحفاظ عليها. كل نعمة لها زكاة عشان تحافظ عليها. طبعا. طب ايه زكاة النعمة اللي انت فيها؟ ان انت دايما تستخدمها لطاعة ربنا سبحانه، تستخدمها لطاعته، وتستخدمها في الحاجة اللي ربنا سبحانه اللي ترضي ربنا. بالظبط. وفي نفس الوقت تكون ناصر للحق اينما كان، بغض النظر ما يسبب لك من مشاكل. لا طبعا. انت دايما اولا واخيرا هيدخلك في مشاكل، في معطرات، في بتاع. ما قلت لك اهو في الاول، مالناش ده ماسك في الحبل، خلاص اتمرجح نرجح بس خلاص. الله يرحمه الشيخ الشعراوي بقى. انا بحب طبعا الشيخ الشعراوي جدا، بحب تفسيره جدا، بقرا كتير من تفسيره. تفسير لذيذ، تفسير بيصل على طول، بعدين يبقى في الذاكره كويس جدا. فدي حاجات الواحد بتعلق معاك. انا بحب قرايه التفسير جدا، قرايه كتب اجتماعيه. سياسيه يعني سياسيه، ممكن اقرا في الاخر متهيألي في السنتين دول. صح، في الاخر في السنتين دول. بس يلا الأول عليا شتات القلب. لا والله لا تحسس بشتات القلب. انما دايما يعني اذا تبقى مهتم وتبقى ملم، انما ما تدخلش في تفاصيلها، افضل. ما تخشش في تفاصيلها، افضل. وحشه يعني ما تناسبنيش، ما تناسبكش. لكن القشور، السطحيات، العناوين يعني تبقى ملم. ما هو تبقى ملم، وفي نفس الوقت زي ما بقول انا بحب العمل التطوعي، بحب العمل الخيري المجتمعي. هو لو طلب من محمد ابو تريكة في مره انه يطلع في برنامج سياسي يتكلم في السياسه، ممكن يوافق؟ لا خالص. ممكن اعبر عن وجهة نظري في من داخل برنامج، لا مش من داخل برنامج، في قاعده في حاجه، انما على الملأ الوقت مش مناسب حاليا، لان انا جربت وشفت الوقت غير مناسب ان انت تبدي رايك، لان زي ما بقول لك هذا يساعد على الفرقه. وانت ما بتحبش الفرقه. لا ما بحبش. انت عايز انا عاوز في كل واحد وكله متجمع، واهم حاجه مصلحه البلد ومصلحه البلد اللي انا عشت فيها وتربيت فيها وبحبها. ما بحبش انا الفرقه، ما بحبش العداوه، ما بحبش الدم، ما بحبش يعني ما تناسبنيش. ربنا يحقن دايما ربنا سبحانه
يبقى حفظنا. في نفس الوقت زي ما بقول لك ان في رساله تانية الواحد مؤمن بيها دايما، ان ربنا تعالى في رساله جوه المستطيل الاخضر ورسائل اخرى خارج المستطيل الاخضر. نتمنى ان احنا نوصلها ان شاء الله. نادي الترسانة بيعني ليك يا محمد ابو تريكة؟ الترسانة بيعني الاصل طبعا اتربيت فيه، والناس برضو تعبوا معايا، مدربين كابتن شاذلي، كابتن رافت مكي، كابتن حملاوي، كابتن هشام السيد، كل كابتن محسن النكلاوي، كابتن صابر ربنا يشفيه، صابر صالح. فكل المدربين يعني اللي انا اتربيت معاهم هم اللي علموني وهم اللي ربوني، فدي بقى اتمنى كل الوفاء ليهم. ساعة ما رحت الاهلي 2004 رحت الترسانة ولا ما رحتش ولا مرة؟ لا ما رحت مرة او مرتين، انما في اتصال ما بيني وما بين ناس معينة في الموجودين في النادي. والله لغايه دلوقتي؟ طبعا. ولسه طبعا قابل استاذ حسن فريد، هو كان رئيس النادي وكان برضه من الشخصيات اللي رباني، وكان من الناس اللي بيساعدتني جدا، والناس اللي كان هو في خلال رئاسة النادي صعد بينا من الدرجة الأولى للدوري الممتاز مع كابتن شاذلي. فدي الحاجات اللي الواحد عمره ما ينساها يعني. بس أكيد. عندي تقرير من نادي الترسانة كانوا بيتكلموا عن محمد ابو تريكة، كابتن شاذلي زي ما انت بتقول، الناس اللي انت بتعتز بيها وناس تانية. نشوف هذا التقرير الاخير عشان عايز اختم معاك الحلقة يعني بشكل معين كده، فنشوف التقرير ونرجع تاني ان شاء الله. تريكة يعني زي ما احنا كنا بنقول له، يعني شخصية من الشخصيات الجميلة جدا. يعني دايما لعيب الكرة عنده حالتين، الناحية الفنية والناحية الأخلاقية. يعني أبو تريكة بيمتاز بالناحيتين، ودي سمة واضحة جدا في معاملات أبو تريكة مع كل الأجهزة الفنية اللي اشتغل معاها، سواء في الترسانة أو في الأهلي أو في المنتخبات. هو ملتزم التزام كويس، يعني ميعاد التمرين الساعة 2 تلاقي الساعة 1 في الغرفة، يلم الأولاد بتقعد تلف ويبعت يجيب فطار، يبعت يجيب بسكوت، يبعت يجيب اي حاجه عشان خاطر قبل الماتش يهيئ نفسه للتمرين. وفي الماتش اول واحد تلاقيه موجود يلم اللعيبه والفاتحه والقران، ويعني اما امشي معاه في اسكندريه في معسكرات تبص تلاقيه خجول، باصص تحت مش باصص فوق. يا كابتن ايه يا كابتن؟ يقول لك لا 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 خلينا، يعني راجل محترم. كل ابو تريكة ولا يا سلام يا ابو تريكة، يا سلام يا ابو تريكة. يعني انا اذكر له موقف في الترسانة هنا، كنا بنعمل له عقد، لسه اول مرة بنعمل له عقد لمدة 5 سنين. فكان حبيبه جدا هنا كان اسمه زغلول، لعيب اسمه زغلول، كان بيلعب ليبرو عندنا. احمد زغلول من اللعيبه كويسه جدا، الاخلاق زيه زي تريكة، كانوا الاثنين بيحبوا بعض جدا. فجه النادي هنا عمل عقد لابو تريكة زي زغلول، يعني مثلا 50,000 و50,000 ويزيدوا في السنه 10,000 وده 10,000. طبعا جه استاذ حسن فريد رئيس النادي، طبعا كان مشرف على الكوره، فبيقول لي، قلت له انا مش مقتنع بالكلام ده، لان دايما في فروقات بين اللعيبه وبعض، هم اصحاب هم اخوات، لكن احنا كاجهزه فنيه لازم نقيم اللعيب حسب مستواه الفني يعني. فطبعا فوجئت بابو تريكة انه مصمم على انه ياخد زي زغلول، يقول لك لا انا ده صاحبي وحبيبي. والله العظيم يعني كانت عمليه غريبه جدا يعني. فانا هاخد زيه وانا ما فيش اي مشكله بالنسبه لي، انا مش متضايق. قلت له خلاص. كان مره خطره جوه جول، جوه جول من مره واحده. بنتكلم على محمد ابو تريكة لازم نذكر والده ووالدته، لان هم ليهم فضل كبير جدا، وراجل فعلا من بيت طيب وراجل كويس جدا، وانا عايز احييه، ويا رب ان شاء الله باذن الله. يعني انا عرفت من حضرتك ان والدته في المستشفى، يا رب ان شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامه ان شاء الله باذن الله، لانها فعلا ست محترمه، عرفت تربي بني ادم كويس وبني ادم محترم، ان الناس كلها يبقى نموذج للناس كلها في مصر انه تتكلم عليه كويس. في ذكرى عزيزه على قلبي يمكن هو يفتكرها دلوقتي، كان اخر هدف جابه هو مع نادي الترسانة قبل ما ينتقل النادي الاهلي على طول، لان الدوري توقف عشان كاس الامم في تونس. كان مباراة اسوان هنا، كان تحت قيادة الكابتن فاروق جعفر،
وكان في اسوان في لعيبه كويسين كتير قوي ساعتها. كان احمد عيد عبد الملك وكان اسلام جاد ومجموعه من لعيبه كويسين، وكسبنا المباراه دي 3-2 وكانت 2-2 لاخر لحظه، والهدف بتاع محمد ابو تريكه جابه في اخر ثواني، وبحمد ربنا ان انا اللي عملت له الاساس، انا اللي عملت له الهدف ده. يمكن اخر هدف جابه في نادي الترسانه، وكان هدف شبيه للجون اللي جابه في ماتش السودان لو نفتكر في غانا 2008، اللي هو عمل نفسه هيلعبها بالعرض وقام حطيتها في الدقيقه، كان زيها كده بالظبط بس من الناحيه الثانيه، وكسبنا الماتش ده 3-2. هدف من الرايه الفرعون الكبير. لما كنا بنجيب مجموعه فلوس علشان نفرقها على اللاعبين، يعني مثلا ليهم 25% ليهم وقفه مباريات الحاجات دي يعني، فكان ابو تريكه يستنى انه اخر واحد يعني كلهم ياخدوا، اذا هو ما لقاش او اذا كان هو معاه فلوس وواحد تاني ما خدش يديها للي ما خدش حاجه يعني. كان بيدي دروس جميله جدا في اخلاق اللاعب. اخلاق اللاعب انا اعتقد ان النموذج بتاع ابو تريكه كان موجود زمان. كان هو تملي يحب بعد العشاء، كان هو وزغلول يقعدوا في غرفه واحده، كان يحب الفاكهه، التفاح، الموز، دي حاجه تفاؤل يعني كده. حتى لما نسافر اسكندريه كنت ابعتهم له في الغرفه بتاعته لغايه ما كان مره الكابتن فاروق جعفر قال لي ما تطلعش اللعيبه حاجه، قلت له ابدا مفيش حاجه، والحاجه كانت فوق عشان خاطر بس ايه تفاؤل ابو تريكه. ابو تريكه مشي من هنا يوم الاربعاء، مشي من نادي الترسانه، لعب ضد الترسانه يوم الجمعه، يعني بعد يومين كان في الترسانه بقى في الاهلي. احنا بنلعب ترسانه واهلي في الاستاد اول ماتش، فالكوره مش عارف ايه في الدقيقه 25 راح جايب جون طلع جري، فانا افتكرته جاي لي زي ما كان بيجي لي يعني، راح جاري على مستر جوزيه على انا طبعا موقف ما تسووش لانه وقف العادي جدا ان ابو تريكه يكون يجي يحضنك يبوسك، فلما جاب فينا جول راح جاري على مستر جوزيه بعيد عننا الناحيه الثانيه. يعني زي ما قلت لك ان ابو تريكه بيخش بسرعه. لا اقول له لا، اقول له انا قعدت اضحك، ما انا لو قابلته هتخانق معاه، لكن انا قعدت اضحك طبعا لانه هو اخلاقيا 10/10 يعني. في موقف احنا عارفين ابو تريكه ما بيحضرش افراح يعني غير الافراح الدينيه او حاجه زي كده، فكان زميلنا احمد زغلول كابتن نادي الترسانه، وطبعا هو توأم ابو تريكه الروحي يعني، هم طالعين مع بعض في الناشئين والفيرست تيم. فكان احمد زغلول فرحه في اعتقد صيف عام 2004، فرحت الفرح وكان اخر حد ممكن اتوقع ان انا اشوفه ابو تريكه. فاول ما شفته فقلت له ابو تريكه انت قلت لي ما بحضرش افراح، فقال لي لا زغلول ده حاجه ثانيه وله معزه في قلبي. فكان مواقف طريفه يعني، كان موقف جميل جدا لما شفته هناك وساعدت بيه في الفرح بتاع احمد زغلول. النادي الاهلي محمد ابو تريكه لما كان صغير كان بيطلع مشدود كده بنشي يعني، مش فاكك يعني، كنا احنا دايما بنتريق عليه نقول ان احنا عايزين نبقى نحطه في ميه سخنه عشان يفك شويه يعني، انه كان مشدود قوي يعني على طول وبتاع ومركز. هو في موقف تاني كنا في سوريا، كنت اول مره اشوف تريكه يتعصب يعني، انا عمري في حياتي ما شفته كده. فكنا بنلعب فرقه اسمها تشرين، والماتش كان حماسي قوي وبتاع وكده اهوت، وبعد الماتش حصل موقف، فهو تريكه بقى هو يكملوا الموقف دوت، بس انا هطلب منه ان هو يقوله، لان الموقف دوت يعني كانت هيصه بقى وخناقه وبتاع وكده، فالوجه الثاني لتريكه يعني، فهو يقوله هو بقى، انا مش هقدر اقول يعني. ربنا يكرمه ويطول في عمره، للانسان الخلوق الكويس، اللي هو الملاعب مش هتجيب اخلاق زي ابو تريكه يعني، حاجه ما شاء الله يعني. يا رب ان شاء الله دايما اشوفك على خير انت واولادك وفي صحه وفي سلام، وتحياتي لوالدك ووالدتك، ويا رب اشوفك على خير ان شاء الله باذن الله. بقول له ربنا يوفقك، وانت انسان طيب جدا وانسان مخلص، وطول ما انت قريب من ربنا ان شاء الله ربنا مش هيسيبك. انا سعيد جدا ان انا بتكلم عن احد اولادي في النادي الاهلي. شوف زيدان، شوف بلاتيني، شوف الكوره في قلب المرمى. الهدف الثاني للاسطوره، استمتع ببوتريكا وريح لك على ريكا. ايه شفت كانت اللي قال لك راجل قاعد ياخدك بالحضن، لا كسبت ورحت لجوزيه. كابتن شاذلي انا لو شفته كنت رحت له. لا كابتن شاذلي من الناس
يعني طبعا انا بحبهم جدا ولهم معزه عندي جدا. واول ما طلعت من ناشئين